فين سيد الرئيس؟ فين سيد الرئيس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وثانيا لعدم توفر المياه، ولهذا الغرض تم تحويل عمليتان كانتا لدى مديرية المصالح الفلاحية لصالح مديرية الري، أين باشرنا الإجراءات الإدارية ثم تحويل المقاولات، وهذا من أجل إعادة الاعتبار وإحياء غابة النخيل، حيث بأنه سنتمكن بفضل هذا المشروع إعادة الاعتبار من الحصول على من 60 إلى 75 لتر في الثانية. أولا العملية الأولى هي إعادة الاعتبار لثلاث مناطق. حاليا رانا متواجدين هنا، مش نكونوا واضحين هنا، رانا متواجدين هنا. عندنا منقبان اف 2 والاف 1 تحت الجبل، السما هذا كلها نديروا قناة على 10 كيلو ونجيب باش نسقوا بين الخلف. دوك رانا الفراش هذا رقم 3، العمق نتاعو 406 من المتوقع الحصول على ديبي 15 لتر بار سكوند. الاف 2 كنديروا ليكيبمون ديفلوبمون تاعو من المتوقع الحصول على 35 لتر. حاليا راهي 260 هذاك حتى 260. واش عمليه اعاده الاعتبار مازال تستمر، نكملوا مازال ما كملناش. بسم الله الله بارك. بسم الله. أنها تحتل الريادة في كثير من المنتوجات. هذا الشيء اللي خلى السلطات العمومية منذ سنوات ضخت أموال كبيرة بالنسبة لدعم الري الفلاحي والقطاع الفلاحي. ويعلم الجميع الأهمية الكبرى اللي يكتسيها القطاع الفلاحي، الذي يعتبر أحد أهم المحاور بالنسبة للدفع بعجلة التنمية وتنويع المداخيل خارج المحروقات. يعني هدف استراتيجي يتطلب عمل متواصل، يتطلب تقييم. في هذا الأساس نلاحظوا اليوم جينا رد اعتبار المنقب، 3 مناقب، هذا واحد منهم اللي يبين السياسة نتاع الدولة، وفي نفس الإطار أن العمل يبقى متواصل ويبقى تقييم لما أنجز، وكذلك سيتم إنجاز مشاريع أخرى إن شاء الله، لأنه ولاية بسكرة عندها القدرات المائية، البوتنسيال الهيدريكي راهو متوفر، وعندها كل المعطيات اللي تخلي تكون أكثر تطور في القطاع الفلاحي.